السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة حلو بقى، حلو جميل جدا، رموش الست السهل الممتنع زي ما بيقولوا. بجد تحفة ودايبة كده. هتعمليها وهتعتمدي الطريقة دي ومش هتبطلي تعمليها من جمالها والله وخفيتها كده، يعني هتاكلي منها ومش هتبطلي. واحدة ورا التانية هتلاقي نفسك خلصتي الطبق او الصينية. يلا بقى، اول حاجة هنبدأ بالشربات او السيرب. الشربات بتاعها خفيف مش تقيل. كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية عليهم عصرة نص ليمونة، وهرفعهم على النار. اول ما يبتدوا يغلوا هوطي النار لمدة ربع ساعة، وبعد كده هطفيه على الشربات وبكده يكون جاهز. يلا بقى نخش على المقادير. المقادير هنا اقولها لكم بالجرام وهكتبها لكم في صندوق الوصف بالكوبايه. 125 جرام سمنه، 77 جرام سكر بودر، 32 جرام دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسه، بيضه كامله زائد بياض بيضه، والصفار هنخليه ندهن بيه الوش، 10 جرام بودر اللي هو كيس فانيليا، 3 معالق كبار جوز هند، 2.5 كوبايه من الدقيق، يعني 314 جرام دقيق. هاخد المكونات دي كلها ما عدا الدقيق وهنزل بيهم بالكبه او هضربهم بايدي او بالهاند بلندر، اي حاجه اشتغلي حتى بايدك. هحط المكونات دي كلها، البيض والجوز الهند والبودر والسمنه والسميد، كل ده في الكبه ما عدا الدقيق حطاه في جنب اهو. هضرب المكونات دي بقى لحد ما تنعم معايا كده. السكر طبعا زي ما قلت لكم، والبيض والسمنه ودي السميد لحد ما تنعم معايا كده. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين ونص الدقيق لجميع استخدامات يا جماعه، وهقلبهم كده اعجنهم لحد ما تبقى العجينه. هوريها لكم دلوقتي ما بتلزقش في ايدي زي عجينه البسكوت كده. وزي ما قلت لكم هنزل لكم في صندوق الوصف المقادير بالكوبايه اللي ما عندهاش ميزان، بس انا بحب اشتغل بالميزان قوي في الحلويات بالذات. تعالوا بقى يلا نشكلها. هناخد كرة صغيرة كده بين ايدينا، وبعد كده هنضغط عليها ضغطة خفيفة كده، ومن جنب هنسويها يعني زي العيون كده، او نعملها زي رموش الست زي ما بيقولوا زي اسمها. صفرت البيضة بقى اللي احنا شلناها في جنب، هحط عليها باكت فانيليا وهدهن الوش بتاع رموش الست على الوش كده بالفرشة. تمام كده. فسامحوني ان انا بقول والله بالجرام، بس المقادير بالجرام بتطلع على الشعره زي ما بيقولوا، بس برضو هنزلها لكم اللي ما عندهاش ميزان بالكوبايه. خلاص هنا هجيب بقى شوكه كده واجزعها كده من فوق بالراحه خالص كده، يعني همشي بالشوكه بالراحه كده على الوش، اللي هي تعمل زي خطوط كده بس من فوق. هسخن الفرن على درجه حراره 180، تاخد لون من تحت، وبعد ما تاخد لون من تحت اديها اشغل الشوايه تاخد لون ذهبي من فوق كده وهطفيها. تمام كده. اول ما هتخرج من الفرن هيكون الشربات بتاعي لسه دافي، اديها على طول شربات وهي سخنه والشربات يكون دافي. وبعد كده هجيب بقى استريتش راب عشان اغطيها. لازم بس تقلبيها كده في الشربات علشان تشرب من الشربات وتبقى طريه كده وجميله قوي وناعمه كده. هغطيها بقى دلوقتي لمده ربع ساعه. هغطيها بالستريتش راب او باي غطا عندك لمده ربع ساعه. بعد الربع ساعه هفك الغطا وهقلبها على الناحيه التانية علشان تشرب من الشربات برضو. هسيبها برضو في الشربات على الناحيه التانية لمده 10 دقايق بالظبط، وهغطيها برضو. وبعد ال10 دقايق بقى تعالوا علشان نجهزها. هنا خلاص كنت قلبتها اهو، هغطيها واسيبها لمدة 10 دقايق كمان. سبتها في الاول ربع ساعة، وتاني مرة لما قلبتها لمدة 10 دقايق. خلاص هنا بقى بعد ما قدمتها، عايزة اقول لكم عايزة تزينيها بقى بسوداني، عايزة تزينيها بفستق، الموجود عندك عايزة تاكليها كده. بجد طعمها تحفة تحفة والله. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. وعايزة اقول لكم دايبة كده، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله استنوا الوصفة الجاية على خير. تكملة حلويات رمضان. ولو انت عايزه بقى تعملي مشروعك في الحلويات والله جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.